عايز اقول لك على حاجه، بيمر بكبوه حقيقيه. وانا بغض النظر عن اني اهلاوي بجد، انا بتمنى انه يغرس فيها كمان. يعني اكيد مش هتمنى ان الزمالك يطلع منها ابدا بجد. وانا هقول لك، انا بقول لك الكلام ده. يعني امبارح مباراه الزمالك والاتحاد في الدوري، شفنا امبارح كميه تمثيليات بتتعمل من لعيبه نادي الزمالك. يعني بصراحه ما شفتهاش، يمكن في سنين كوره ما شفتهاش. يعني امبارح بنشوف زيزو في اول الماتش بيرمي نفسه، سيف الجزيري هوب بينط. بجد كميه تمثيل امبارح كانت في مباراه الزمالك والاتحاد قدام عينين ابراهيم نور الدين امبارح، اللي كان المفروض من اول لقطه او من اول كره اتلعبت لزيزو اللي رمى نفسه ورمى الغطس ده، كان المفروض يديله الانذار. بس طبعا ابراهيم نور الدين علشان ده كان هيبقى الانذار الثالث لزيزو، علشان كده الراجل طبعا عدى الكوره وكأن مفيش اي حاجه حصلت والدنيا عدت وكل حاجه. ولكن يعني اللي يضايقك بقى في الموضوع لعيبه نادي الزمالك امبارح، كميه يعني الاعتراض على التحكيم، وكميه يعني البهدله اللي شافها ابراهيم نور الدين امبارح، وكميه التمثيل من لعيبه نادي الزمالك امبارح. بجد حاجه يعني حاجه تفقع بجد. لعيبه لا عندها اخلاق ولا عندها اي اي احترام. بجد حاجه تضايق. عشان كده انا بقول لك ان انا لعيبه الزمالك دي بالذات، يعني لو شفته 100 مره شفت 100 يعني دخل في كبوه ودخل في مشكله، لو هيهبطوا درجه تانية انا عمري اساسا ما هبقى متعاطف معاه ابدا بجد. يعني شفنا امبارح كميه تمثيل وكميه ادعاء علشان ياخد ضربه جزاء، ولا علشان ياخد فاولات، ولا ياخد انذارات. بصراحه حاجه يعني فعلا الواحد مش عارف يقول عليه ايه بصراحه. ولكن المهم بقى في الكلام في الموضوع بتاعنا اللي نتكلم فيه النهارده، النادي الاهلي النهارده قدامه فرصه مهمه جدا. انا النهارده قدامي ان انا اركب الدوري ان شاء الله بفرق 6 نقط عن فيوتشر. يعني فيوتشر هو دلوقتي التاني طبعا مش الزمالك. ولكن عايز اقول لك على حاجه مهمه برضو، انه كل دوري او كل بطوله بيبقى ليها بطل وبيبقى ليها وصيف. ولكن الدوري بقى المصري عندك بطل النادي الاهلي وعندك وصفات. عندك 3 وصفات بيلعبوا، فيوتشر والزمالك وبيراميدز، والثلاثه امبارح كانوا قاعدين بينقطوا. بصراحه حاجه يعني جميله. يعني احنا النهارده ان شاء الله لو كسبنا هيبقى فرق 6 نقط عن فيوتشر مش عن الزمالك. ويمكن دي حاجه يعني حاجه كويسه جدا باذن الله لو كسبنا النهارده، وان شاء الله نكسب كمان يوم 21 علشان النادي الاهلي يبقى فرق 9 نقط عن فيوتشر و10 نقط باذن الله عن نادي الزمالك. ده بالنسبه لموضوع ماتش الزمالك والاتحاد امبارح والتعادل اللي شفناه امبارح فيوتشر وبيراميدز. لكن انا مش عايز بقى اعدي نقطه امبارح شفتها برضو لازم اتكلم عليها في مباراه فيوتشر امبارح. فيوتشر وبيراميدز طبعا كانوا بيلعبوا، وشفنا لقطه عمرك ما تشوفها في تاريخ الكوره الا في الدوري المصري. امبارح محمد معروف الحكم ابو نطه ده اللي احنا عارفينه الطويل كان بيحكم الماتش والكوره. يعني بغض النظر طبعا ابراهيم يعني عن عبد الله السعيد امبارح خد الطرد، ورغم ان انا بصراحه شايف ان هي الكوره اصلا ما كانتش تستاهل ان هو يطرد، اعترض طبعا على الحكم راح مديله انذار، في انذار راح طرده في داهيه. يعني مش فارق معاه اصلا عبد الله السعيد. ولكن عبد الله السعيد قبل ما يطلع من الملعب بص يضحك بقى وتشوف الكوميديا بتاعت الدوري المصري بتاعنا اللي عمرك ما تشوفها في اي داهيه. الراجل يعني لسه في نص الملعب ما خرجش والحكم راح مصفر وفيوتشر مكمل لعب عادي وراح انفراد. يعني كل ده ايه، الدنيا حلوه بجد حاجه تكسف. يعني انت غشيم واهبل ولا مش فاهم حتى في الكوره، ما بتفهموش حتى في قوانين الكوره ان انت لعيب بيطرد المفروض يطلع بره الملعب خالص، مش حتى يقعد على البنش كده جنب اللعيبه زمايله، لا ده يطلع بره الملعب. لا ده الراجل يعني عادي ماشي والهجمه مكمله ماشي والدنيا حلوه. حاجه يعني بصراحه الواحد والله ما بعرف يقول ايه على التحكيم بتاعنا ده اللي بقى يعني يكسف بجد بشكل يعني صعب قوي. محمد معروف اللي طالع من ايقاف وطالع وكل الماتشات اللي بيحكم فيها سوابق وبيحصل فيها بلاوي، رغم كده امبارح برضو كان هيبقى فيه تحكيم، كان هيبقى فيه كارثه في التحكيم بسبب المباراه امبارح مع نادي بيراميدز. وطبعا الفرقتين اتعادلوا وده طبعا نتيجه في مصلحتنا، والحمد لله ان هم اتعادلوا. يا رب يفضلوا يتعدوا ويخبطوا في بعض كده على طول. المهم ان احنا نبقى كسبانين، ده المهم عندي في الموضوع. ولكن النادي الاهلي النهارده طبعا في حكم، يعني انا اول مره اسمع حاجه اسمه كده وليد عبد الرازق، وربنا يسترها ده حكم ما تعرفش درجه اولى ولا جايبينه من انهي حته انا ما اعرفش، يمكن اول مره اشوفه.
يحكم ماتشات للاهلي. النهارده وليد عبد الرازق ده اسم يعني اعرفه كده واسمعه واحفظه، لان انت ده اسم جديد بالنسبه لنا. هيحكم المباراه النهارده بين الاهلي والمصري. طبعا المباراه كمان ساعتين باذن الله. النادي الاهلي النهارده يفوز باذن الله ويفرحنا، علشان بقى هي شكلها سنه جميله. السنه دي كده رايقه والدنيا حلوه، وباذن الله النادي الاهلي يقدر يفوز النهارده، علشان احنا محتاجين الفوز ده النهارده قوي. محتاج ان انت تكسب النهارده ان شاء الله، وتكسب ماتش الزمالك قبل ما تروح المغرب ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يفوز النهارده ويقدم مباراه كويسه، وباذن الله اتمنى دايما ان انا اشوفكم على خير، وباذن الله الفوز للنادي الاهلي. اشوفكم دايما على خير. السلام عليكم.